في الفيديو النهارده هقول لك انت محتاج وقت قد ايه عشان تعمل الفورمه اللي انت بتحلم بيها. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو النهارده هكلمك عن الوقت اللي انت محتاجه عشان تعمل الفورمه اللي انت عايزها. اول حاجه قبل ما نتكلم، انت دلوقتي داخل الجيم بتتمرن لنفسك، عايز يبقى شكلك حلو في اللبس، عايز الناس كلها تعجب بجسمك، ده حاجه. في حاجه تانية، انت داخل الجيم عايز يبقى ده اكل عيشك، عايز تطلع على مسرح، عايز تنافس، ده سكه تانية. هتسأل نفسك السؤال ده وتجاوب، انت لا تقدر تحدد. اللي هيبقى عايز يتمرن لنفسه ده هياخد وقت اطول شوية من السكة التانية. كويس؟ زي ما احنا كده بنتكلم، زي الفرق دلوقتي ما بين واحد هيعتمد على الاكل الطبيعي والمكملات، واحد تاني هيستخدم منشطات وهرمونات. ما تقارنليش الاتنين ببعض. اللي هيعمله الشخص الطبيعي في 3 سنين، الشخص اللي بياخد الهرمون بيعمله في سنة. ما تقارنش الاتنين ببعض. ده هيبقى صحته كويسة وجسمه كويس واجهزته سليمة وكويسة، ده هيبقى عنده خلل في معظم هرمونات الجسم، هيبقى عنده انزيمات كبد عالية، عنده مشاكل في الكلى. نخش في حلقة النهاردة. دلوقتي انت لسه داخل الجيم جديد، اتمرنت شهر شهرين وما لقيتش نتائج، فبتحبط فما بتنزلش تاني. كده انت غلط، كده انت ماشي غلط. لازم تفهم انت جسمك محتاج قد ايه وقت عشان يبتدي يظهر عليه النتائج. عايز اقولك ان في اول 3 اشهر انت مش هتلاحظ اي نتيجة. ايوه، يعني مش هتلاحظ اي نتيجة. في ناس اعرفها في الجيم معايا كانت بتتمرن من اول يوم عايزة يطلع لها عضلات من اول يوم. طبعا كلنا مرينا بالظروف دي، وانا زيك كنت مستعجل على ظهور النتائج. اول 3 اشهر مفيش نتائج. انت جسمك في اول شهر بيحاول يتكيف ويأقلم نفسه على الجهد اللي انت بتعمله. انت طبعا كنت راجل ما بتعملش اي حاجة، دلوقتي بتنزل تتمرن، بتنزل تعمل كارديو، بتقطع اليافك العضلية، مظبط اكلك، بتنام كويس. جسمك مستغرب الحالة اللي هو فيها. فاول شهر ده يعتبر حاجة جديدة على جسمك، فبيحاول جسمك يتكيف عليها. فانت اول شهر ما تستناش نتائج. المرحلة التانية اللي بعدها اللي هتبتدي تحس بتحسن ملحوظ، دي المرحلة اللي هتفرق معاك وهتخليك تكمل في اللعبة. يا شباب ما تحكموش على نفسكم من اول شهر واول شهرين، ادي لنفسك 6 اشهر على الاقل. تاني مرحلة دي من 3 ل6 اشهر، اللي بيشوفك بيقول انت ابتديت جسمك يتظبط شوية. عايز اقول لك من 3 ل6 اشهر، عايز اقول لك رقم غريب قوي. ده لو انت ملتزم بالتمرين الصح وملتزم بالاكل الصح وملتزم بنوم كويس، هتزيد من نص لكيلو عضلات في ال3 اشهر الاولانية. هتزيد من نص كيلو لكيلو عضل من اول 3 ل6 اشهر. عايز اقول لك ان عملية بناء العضلات دي من اصعب العمليات اللي الجسم بيعملها، واكتر عمليات بتاخد وقت. عملية بناء العضلات وتكوين العضلات تعتبر اصعب من عملية حرق الدهون، وتعتبر من اصعب العمليات الجسم بيعملها وبياخد وقت فيها. يعني عشان تزيد نص كيلو عضل عايز من 3 ل6 اشهر تمرين واكل ونوم. شفت الموضوع مش سهل بس مستاهل. خلصنا تاني مرحلة. احنا قلنا اول مرحلة مش هتلاقي فيها النتائج اللي هي اول شهر، ما تستعجلش. تاني مرحلة من 3 ل6 اشهر، دي ممكن تزيد فيها من نص الكيلو عضلات. تالت مرحلة ودي تعتبر المرحلة اللي بيبان بقى، بتبتدي تلبس التيشيرت كده بيبان كده كتف وباي وتراي وحاجات من دي من بعد 6 اشهر. بتتمرن من 6 اشهر لسنة، دي بتزيد فيها من 3 ل6 كيلو عضل. وعايز اقول لك ان الرقم ده رقم كبير بالنسبة للعضلات، ورقم كبير جدا. خلصت من 6 اشهر لسنة، زدت من 3 كيلو ل6 كيلو عضل صافي. ده هفكرك في كل مرحلة انك بتاكل كويس، بتنام كويس، بتتمرن كويس. وطبعا الارقام دي يا شباب ارقام تقريبية، كل واحد بيختلف. الارقام دي ممكن تزيد عند واحد وممكن تقل عند واحد تاني. احنا جهدنا مش زي بعض والتزامنا مش زي بعض. رابع مرحلة
ودي اكتر مرحلة هتزيد فيها. بعد اول سنة تمرين، هتزيد من 6 ل 12 كيلو عضلات. رقم كبير جدا. اللي هيشوفك هيقول انت اكيد واخد حاجة، اللي هيشوفك هيقول عليك من غير ما يتكلم انك واخد منشطات. 12 كيلو عضلات كفيلة انه هيغيروا شكلك تماما. اللي هيشوفك هيستغرب. انا عايزك تستمتع بالفترة دي والارقام اللي انت هتزيدها دي، عشان انت الارقام دي مش هتشوفها تاني. واحد يسألني طب انا بعد ما السنة دي تخلص ابطل تمرين؟ لا طبعا، ما تبطلش تمرين. زي ما اتفقنا لعبة الحديد دي لايف ستايل بتلعبها طول حياتك. انت دلوقتي خلصنا رابع مرحلة اللي انت هتزيد فيها من 6 ل 12 كيلو عضلات. هنخش الخامس مرحلة. جسمك من بعد تاني سنة تدريب بتقل فيه نسبة المكتسبات العضلية للنص. يعني انت دلوقتي اول سنة زدت من 6 ل 12 كيلو، وقول زدت 10 كيلو. تاني سنة هتزيد 5 كيلو بس. تالت سنة هتزيد حوالي 2 كيلو. رابع سنة هتزيد في حدود كيلو. الارقام دي كبيرة جدا. الارقام دي اللي انا بقول لكم عليها دي الارقام اللي بيزيدوها ابطال عالم. السنة اللي بيقول لك انا زدت فيها كيلو او 2 كيلو عضل، ده يعتبر سنة استثنائية على كمية الاكل اللي بياكلوها، على كمية الحاجات اللي بياخدوها. ما تستقلش بالكيلو او ال2 كيلو اللي هتزيدهم. كل لما بتتقدم في اللعبة كل لما جسمك بيزيد ببطء. دلوقتي انت عرفت هتعمل الفورمة في قد ايه؟ مش اقل من سنة. ده الجواب بتاعنا، مش اقل من سنة. استمر، ما توقفش، ما تحبطش نفسك، ما تستعجلش النتائج. صدقني الموضوع مستاهل وهيعجبك، مش هتقدر تبطلها بعد كده. حابب اقول لك حاجة اخيرة بس قبل ما اقفل، انك تهتم بمثلث كمال الاجسام اللي انا اتكلمت عليه. هتلاقوه في حلقة انا اتكلمت فيها قبل كده، هتلاقوها في الاي اللي فوق دي. خش اتفرج على الفيديو هيفيدك. زي ما اتفقنا، تغذية، نوم، تمرين، التلاتة دول هم مفتاح كمال الاجسام. دول لو انت التزمت بيهم في كل مرحلة هتلاقي نتائج كويسة. اما هتتمرن يوم و10 لا، اما تاكل وجبة وجبتين لا، هتنام لك ساعتين في اليوم، الكلام ده مش كويس، الكلام ده غلط. لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. استنى الحلقات الجديدة. لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه تحت في الكومنتس، هرد عليك. سلام.